نهائي كأس العرب، منتخب الأردن ضد منتخب المغرب. مرحبا فيكم بقناتي انياس يوسف. اذا بتحب المحتوى الرياضي اعمل اشتراك القناة ولايك للفيديو. واخيرا يا جماعة بعد طول انتظار اليوم عندنا نهائي كأس العرب. مين وصل للنهائي؟ وصل منتخب الاردن وايضا وصل منتخب المغرب. والشيء الجميل يا جماعة انه الفريقان استحقوا انه يوصلوا للنهائي. الاردن فاز ب5 مباريات حتى وصل للنهائي، بينما منتخب المغرب فاز ب4 مباريات وتعادل في مباراة. اليوم يا جماعة مباراة قوية، اليوم يا جماعة مباراة صراحة رح نشوف تنافس، ندية، فريقان يا جماعة جاهزين ورح يعملوا أي شيء حتى يفوزوا بهذا اللقب. مين رح شجع؟ أنا صراحة مع الفريقين، رح أفرح للفريقين، اللي بفوز رح أقول له ألف مبروك واللي بيخسر رح أقول له هارد لك. بالنسبة لي أتمنى الفريق الأفضل اليوم يفوز. بحب المغرب وبحب الأردن يا جماعة، فريقان صراحة ومنتخبان بحب إنه يفوزوا بالألقاب ودائما بشجعين، لكن بالأخير أنا شخصيا ما فيني أكون لا مع المغرب ولا مع الأردن، رح شجع الفريقين. إذا سجل الأردن رح احتفل، إذا سجل المغرب رح احتفل. لكن نجي حاليا لتوقع الشخصي. توقع الشخصي قبل بداية المباراة، أنا بشوف يا جماعة إنه اليوم اللي رح يفوز بكأس العرب هو منتخب المغرب. هل منتخب المغرب هو مرشح أكثر من الأردن؟ لا يا جماعة، صراحة المباراة هي 50-50. الأردن مرشح يفوز وأيضا المغرب مرشح يفوز، لكن أنا توقعي رايح مع المغرب. المغرب صراحة حتى وهو بالفريق الثالث أنا شايفه اليوم رح يفوز ببطولة كأس العرب. دقائق قليلة على بداية المباراة، فيلا نروح على رد. يا رب نشوف مباراة جميلة فيها أهداف. يا أخي الأهداف يا جماعة بتحلي المباراة. أتمنى يا جماعة الفريقان يسجلوا حتى نشوف مباراة فيها ندية. أتمنى يعني ما يكون في فريق بيدافع فريق مهاجم. مرتدة للمغرب. أوه مستحيل. لا 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 لا. التاريخ والله تاريخية تاريخية تاريخية. لا 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 تاريخية يا جماعة تاريخية. شو هالجول؟ اوف. لا 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 يا جماعة، لا اعطونا الإعادة. مستحيلة مستحيلة. اوف يا جماعة، بوشكاش انحسم للسنة القادمة، انحسم محسوم البوشكاش يا جماعة لأفضل هدف. يا جماعة أنا ما بدي احتفل ولا أي شيء، أنا بتمنى التوفيق للمنتخبين، بس الهدف يا جماعة مستحيل ما أتفاعل معه، مستحيل الهدف. أوف 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 أوف. حارس منتخب الأردن يا جماعة شكله انصاب، والله انصاب يا جماعة، بس جول حلو. اوه لا 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 يا جماعة، أنا مبسوط من طريق الجول. الهدف جميل جميل جدا، يعني بحب الفريقين يا جماعة، بس الهدف كتير حلو. والله برافو من هاللاعب، برافو يا جماعة. حاليا الأردن يا جماعة دفاعه قوي، لكن لازم يهجم ويعدل أو لازم يلعب بهدوء أكتر. هالجول اوف 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 اوف. لا 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 مو طبيعي. يوه لا يا جماعة، لا لا لا، حتى الآن ماني مصدق الهدف، ماني مصدق الهدف يا جماعة. والله بعتذر من الإخوان المغاربة، لكن يستحق هذا الهدف. كل التطبيل كل التطبيل يستحق. يوه يعني المغرب هو كان فينا نقول بداية المباراة ما يحاول ما يعمل شيء، لكن الأردن طلع بمرتدة، بعدين مرتدة للمغرب خلى المغرب يسجل هدف اسطوري. يعني يا جماعه لو اللاعب يمكن ما سددها يمكن ما تصير هدف. اللاعب يا جماعه اسمه طنان، يعني والله طن رائع. يا اوف 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 اوف. والله جول حلو، والله جول حلو. الاردن لازم يعدل يا شباب. يا جماعه الاردن لازم يعدل النتيجه. حاليا بتلاقيه عم يضغط الاردن، لازم المغرب ينتبه لانه الاردن فريق ما سهل. اوه خطير المغرب، والله شالة والله شالة والله شالة يا جماعة أبو ليلى. والله يا جماعة سيناريو يعني ما بيتمناه أي مشجع أردني ولا حتى المنتخب الأردني، إنك تتأخر بالنتيجة أول 10 دقائق بهدفين. كثير هيك يا جماعة. حتى كان في متابعة من اللاعب، لكن بالأخير المدافع قدر يشيله. برافو برافو مدافع. صراحة فرديا أكيد المغرب أفضل، يعني أنا صراحة فرديا المغرب أفضل يا جماعة. والله المغرب خطير يا شباب، المغرب خطير يعني صراحة. المغرب قريب انه يسجل هدف ثاني لساتنا بداية المباراة. الاردن واللاعبين صراحة تفاجئوا بالهدف. انا استغربت يا جماعة يزيد ابو ليلى بعد الضربة اللي اكلها عم يكفي المباراة. والله المغرب عم يمتع يا جماعة، المغرب عم يمتع. تاكا مغربية يا شباب، تيجي تاكا مغربية. اوه يا جماعة اصابة اللاعب رقم 21. هذا يا جماعة لاعب صراحة من افضل لاعبين المغرب،
في البطولة أنا شايفه. يا جماعة المغرب لازم ينتبه من عرضيات الأردن. الأردن يا جماعة كثير بيعملوا عرضيات وممكن يسجل أهداف منها. هذا السلاح فينا نقول قوي عند الأردن. الأردن يا جماعة بعد ما تلقى الهدف الأول كان ممكن يتلقى الهدف الثاني، بس حاليا الأردن عم يركز. الأردن يا جماعة استجمع نفسه، حاليا عم يهجم هو بيحاول، ممكن بأي لحظة الأردن يسجل. شوف يا جماعة، مثل ما قال عصام الشوالي، الأردن ما يلعب بحماس. الأردن عم يحاول لكن ما عم يركز، يعني لو الأردن يركز ممكن يسجل. زاري الأردن انك تتلقى هدف ثاني من المغرب صعب ترجع المباراة. حلو الخروج من الضغط، برافو الأردن يا جماعة، شوي ما يركز. والله قريب من الأردن، والله قريب من الأردن يا جماعة. لا الطرف الافضل حاليا اكيد المغرب حاليا، وايضا المغرب قريب انه يسجل هدف ثاني، لكن ممكن صراحه الاردن يخطف هدف. لكن هل المغرب يا جماعه اكتفى بالهدف الاول؟ لا صراحه انا عم شوف المغرب عم يهجم اكثر من الاردن هو متاخر بالنتيجه، لا بتحس المغرب هو المتاخر بالنتيجه، لكن الاردن اتوقع حاليا ما يلعب بذكاء، ما يدير وقت المباراه مشان ما يتاخر بالنتيجه. لساتنا بالشوط الاول. اتوقع الاردن يعني اذا بتاخر بالنتيجه فرق هدف واحد بيكون ممتاز. والله يا جماعة منتخب المغرب جميل بالخروج بالكرة، يعني بيعرف يطلع بالكرة منتخب المغرب، يعني عنده لمسات وتيكي تاكا. عارفين يا شباب، بتحس تيكي تاكا ما يلعب المغرب واخد بده يخرج بالكرة ويطلع مرتدة. اوه خطير المغرب. يا جماعة الأردن يا جماعة ما عاد مركز. الأردن ما عم يركز. الأردن يا جماعة دفاعيا المفروض من أقوى الدفاعات في هاي البطولة، لازم يركز، لازم ما يسمح للمغرب انه يسجل هدف ثاني. يا جماعه صراحه انا عم شوف يعني القريب من تسجيل هدف ثاني هو المغرب اكثر من انه الاردن قريب من تسجيل هدف اول او تعادل. لعب المغرب بطريقه ممتعه، عم يعرف يطلع من ضغط الاردن، عم يعرف يوصل على مرمى الاردن. اوه برافو اردن، والله شال المدافع. والله شال المدافع، والله شال المدافع. والله يا جماعة المغرب يا جماعة حرام ضيع المغرب حرام. والأردن صراحة كان محظوظ إنه ما استقبل هدف. وحش المدافع، والله وحش المدافع. هاي هدف يا شباب، شال هدف. لا برافو عليه يا جماعة. الأردن ما عم يركز. الأردن يا جماعة قريب يستقبل هدف ثاني. حكم بصفر نهاية الشوط الأول يا شباب بتقدم مستحق صراحة للمغرب. الأردن يا جماعة محاولات يعني لا تذكر صراحة، محاولات عادية ليست محاولات خطيرة على مرمى المغرب يا جماعة عمل فرص محققة وضيع. أنا بشوف صراحة كان محظوظ الأردن إنه طلع من هذا الشوط بفارق هدف واحد. المفروض الأردن يا جماعة يركز بالشوط الثاني ويصير يلعب أفضل. رجعنا لكم يا جماعة بداية الشوط الثاني بين الأردن والمغرب. هل المغرب يا جماعة رح يندم على الفرص اللي ضيعها؟ أنا صراحة ما بعرف يا أخي، بس إنه ممكن المغرب يندم على الفرص اللي ضيعها، لأنه كان ممكن يتقدم بفارق هدفين وثلاثة. الشوط الأول المغرب كان أفضل، لكن الأردن ممكن بأي لحظة يرجع بالمباراة. عندي إحساس إنه المغرب رح يندم. المغرب رح يندم على هالفرص اللي ضيعها. عودة الأردن. والله يا جماعة بداية الشوط، وعم بحكي بداية الشوط انه ممكن المغرب يندم على الفرص اللي ضيعها. مباراة حلوة يا شباب، مباراة حلوة، مباراة جميلة. ما بدنا اياها تخلص بفارق هدف، بدنا يا جماعة نشوف اهداف من المنتخبين. اوف يا جماعة بداية ممتازة. مثل يا جماعة ما المغرب بلش بداية ممتازة وسجل هدف، بداية ممتازة من الأردن بالشوط الثاني يا جماعة. أفضل بداية ممكن صراحة للأردن إنه يرجع بالنتيجة بداية الشوط. رجعنا يا جماعة 50-50 للمباراة، وفعلا شكله المغرب رح يندم على الفرص اللي ضيعها، وندم على الفرص اللي ضيعها. والله جول جميل، والله جول جميل علي علوان هذا يا جماعة. هذا لاعب يعني صراحة رائع. يعني يا لابورتا ادفع كم قرش جيبوا لهاللاعب يعمل لنا شوية رأسيات. خطأ يا جماعة، خطأ يا جماعة. المغرب يا جماعة ما بعرف، هل المغرب ممكن يهتز ثقته بنفسه؟ صعب يا جماعة. المغرب بيضل فريق قوي، لكن ممكن ترجع تشوف الروح والعزيمة أكثر عند النشامة. ما بهاليوم صار مونديال ليونيل ميسي، كانت ليلة لا تنسى. فهل اليوم نشوف كمان ليلة لا تنسى بهذا التاريخ على نفس الملعب، ملعب لوسيل. صراحة يا جماعة قوة الأردن بالروح والعزيمة عند هود اللاعبين، عند المدرب، عند الجمهور. والله يا جماعة جمهور رائع صراحة، جمهور الأردن بالمدرجات. يعني بتشوف يا جماعة إصابة إذن عماد، تلقي هدف غير متوقع، لكن معك كل مرة الأردن بيرجعوا بيكافح وبيلعب، وبتلاقي عم يلعب بالروح.
والله ضيعوا المغرب يا جماعة بيضيع فرص بطريقة غريبة. المغرب بيضيع فرص بطريقة غريبة. هالشيء صار يا جماعة بمباراة الإمارات، وصار كمان بالأخص بمباراة منتخبنا الوطني ضد سوريا. المغرب ضد سوريا ضد منتخبنا ضيع كثير، واليوم عم يضيع المغرب. ممكن ضياع الفرص والاستهتار أمام المرمى يخسروا اللقب. جماعة الجميل انه النهائي ممتع. النهائي ممتع ولا اروح فرص يا اخي من الفريقين. يعني بشوف كمان اهداف من الفريقين يا اخي. ملينا من مباريات 0-1 يا جماعة. جميل، المباراة جميلة. اوف 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 اوف. المغرب يا جماعة فرصة هجمة بهجمة. والله مباراة اسطورية. هاي هي النهائيات، هذا اسمه نهائي. هاي هي النهائيات يا شباب. فرصة والله ممتع النهائي، والله ممتع. اوه، شوفوا مين عم يدخل. الاسطورة عبد الرزاق حمد الله. يا جماعة اللاعب اللي عمل الفرق صراحة بالدقائق الأخيرة ضد الإمارات. يعني عبد الرزاق حمد الله يا جماعة لازم دفاع الأردن ينتبه، لأنه مشكلة المغرب يا جماعة كانت بالفينش، وإجاكم عبد الرزاق حمد الله. أوف والله خطيرة، مباغتة، كرة مباغتة والله. اوه والله ممكن بنالتي. اوه والله خطيرة، والله ممكن بنالتي. اوه بنالتي 100%. ريمونتادا أردنية. الحكم رايح على الفار. مباراة على أعصاب والله يا جماعة. هي بنالتي. أكيد الحكم رح يحسبها، ما رح يطول فيها. اتوقع فورا رح يحسبها. الحكم حاليا عم يشوفها للبنالتي. استهتار يا جماعة من المغرب بشكل عام. المغرب يا جماعة ضيع فرص كثير، والآن يندم على هاي الفرص. بنالتي للأردن يا جماعة. بنالتي للأردن. اوف، بس هالشي يا جماعة ممكن البنالتي لو تسجلت المغرب ما ينهار، لكن الأردن يا جماعة لسه ما تسجلت الكرة. لنشوف مين اللي حيسدد. اتوقع علي علوان هو اللي حيسددها، هو افضل لاعب ممكن يسددها. وهل هي جول ولا لا حتى الآن ما بنعرف. اوه برافو الأردن يا جماعة. برافو الأردن. ريمونتادا أردنية. والله الأردن يا جماعة بالعزيمة والإصرار والروح قدر يرجع. وأيضا المغرب ضيع يا شباب. لسه المباراة ما خلصت، لسه ممكن المغرب يرجع. لسه المغرب يرجع حتى نشوف مباراة لسه أجمل وأجمل. مباراة حتى الآن صراحة فيها كل المتعة، فيها الأهداف، فيها الروح، فيها الفرص. اوه والله حلو يا جماعة، حلو الفينش. اوف والله فينش رائع يا شباب، فينش رائع. هي البنالتيات على اليمين ولا يسار، حتى يا جماعة بقوة بالنص بالعالي. الآن يا جماعة الأردن رح يدافع كالعادة. الأردن يا جماعة وقت يتقدم بالنتيجة بيدافع. فالأردن حاليا يا جماعة يا اما بيسجل الثالث يا اما المغرب بيعادل. طبعا لازم عبد الرزاق حمد الله هسه بدخل. عبد الرزاق حمد الله هو لازم يحل الوضع. عبد الرزاق حمد الله عمل فارق يا جماعة في مباراة الإمارات. هل اليوم ممكن يعمل فارق لو دخل؟ أكيد رح يعمل فارق يا جماعة. بالأخير عبد الرزاق حمد الله هذا تبديلات بالجملة حاليا من المغرب. ومثل ما قلنا يا جماعة أنا عم بذكر سيرة عبد الرزاق حمد الله، ويدخل الآن عبد الرزاق حمد الله. هل يعمل فارق؟ والله يا جماعة المغرب قادر، صدقوني يا جماعة المغرب قادر. يعني دفاع الأردن قوي فعلا يا شباب، لكن اللي قادر يفكك هالدفاع هو المغرب. هل يفعله المغرب؟ لكن لازم التركيز باللمسة الأخيرة. والله مباراة أسطورية. والله مباراة أسطورية. أوفسايد لكن المغرب يا جماعة يحاول. والله وحش، والله شالة يا جماعة. كيف شالة المدافع. والله حلوة، كانت فرصة خطيرة للأردن. اوف ضيع حمد الله. لا يا شباب، لا ضيع. اوفسايد. عبد الرزاق حمد الله والله حطه. والله حتى شوفي معقول اوفسايد يا جماعه. جنون الجمهور المغربي يا جماعه. الحارس ابو ليلى شال الكره الاولى هي الخطيره. للفار يا شباب، للفار. لا جول.
مانو متسلل يا شباب، جول الف مبروك المغرب يا جماعه، جول التعادل، وهلا يا جماعه المباراه نار والله يا شباب. انا مستمتع بالفريقين، بتمنى الفريق خان يضل يا جماعه يسجلوا، حتى الفريق خان يتعادلوا. اوه الفار يا جماعه لسه حاليا ما يتاكد، لا بس هو جول، هو جول، جنة جنون الجمهور المغربي يا شباب. لا جول يا جماعه، جول. هي نو اوف سايد، نو اوف سايد. اوه والله يا جماعه قلنا لكم صح، عبد الرزاق حمد الله هيك توتر بدايه المباراه، بس انا حكيت يا جماعه، قلت انه عبد الرزاق حمد الله رح يعملها. هذا الشيء اللي صار يا شباب. عبد الرزاق حمد الله صح يعني بطريقه غريبه، لكن بالاخير هو اللي سجلها. شوف جمهور المغرب، اوف اوف يا جماعه، نهائي بطعم، نهائي كأس العالم 22، لا حد يحكي. بس انا مشكلتي يا جماعه يعني لاني اردني ولا مغربي، انا مستمتع محايد، لكن اني صراحه كنت اتمنى ان اكون مغربي او اردني بهالمباراه، لاني كنت رح استمتع وكنت رح اتوتر، في توتر واستمتاع، وهي جمال كره القدم. يا حرام الاردن اتوقع كان دقائق قليله تفصلها عن هذا اللقب. حاليا يا جماعه شكلنا يا اما لحدا يمكن يخطف هدف باخر الثواني واخر الدقائق، يا اما رح تروح اشواط اضافيه وممكن ركله ترجيح. شكرا لوسيل يا جماعه، عارفين شكرا لوسيل على هالمباراه بتقدمي لنا اياها يا جماعه. هذا الملعب ملعب للتاريخ. اوه علي علوان، علي علوان، هل يفعلها الاردن؟ اوه يا حرام يا الاردن، يا حرام والله. كانت القاضية، كانت القاضية، حرام يا جماعة. هي كرات علي علوان والله كانت القاضية. يا حرام يا جماعة والله ضيع الاردن. اوه علي علوان، اوف 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 اوه شو ضيع الاردن، شو ضيع الاردن. لا يا شباب، لا شو ضيع الاردن، شو ضيع الاردن. توتر يا جماعه، توتر مباراه، مباراه تاريخيه والله. شال الحارس، شو ضيع الاردن يا جماعه. الاردن ضيع القاضي اكثر من مره. علوان ضيع يا شباب. وهل في ركله جزاء للمغرب؟ يعني ما بتحسها جزاء، يعني في تدخل بس احتكاك بسيط جدا. حكم يا جماعه بيصفر نهايه الشوط الثاني. حاليا رايحين على الاشواط الاضافيه، وفي حال تم التعادل رايحين على ركلات ترجيح. يا جماعه حتى الان مباراه جدا ممتعه يا اخي والله يا اخي، بتستمتع فيها ان كنت محايد، ان كنت مغربي، ان كنت اردني. المغرب والاردني بتوتروا فيها، لكن انت كمحايد بتستمتع فيها صراحه. مباراه جميله فعلا يا جماعه. اتمنى يعني والله يا اخي الفريقان قدموا، فريقان قدموا يا جماعه، بانتظار الاشواط الاضافيه. بدايه الاشواط. لا يا جماعه هلا بلش الشوط، يا جماعه هلا بلش الشوط. شو هالجول الجميل، اوف يا اردن، اوف 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 يا جماعه يعني انا بدي اعمل مقدمه انه بدايه الاشواط الاضافيه يا جماعه 14 ثانية من البداية، من بداية الشوط الإضافي الأول جول. ايه والله يا جماعة صراحة لمسة ايد، لمسة ايد يا شباب. أنا آسف لكن لمسة الإيد رح تحرمنا من أجمل أهداف البطولة. يعني أكيد هدف الأول المغرب هذا أخي ليفل، بس والله هدف عالمي. حرام يا جماعة. لمسة اليد يعني صراحة حرمت هذا اللاعب من هدف عالمي، والله عالمي يا اخي. يا من مباراة، من اجواء، يا اخي والله سيناريو ممتع. لا حد يقل لي يا جماعة انه نهائي فرنسا والارجنتين. انا عاشق ارجنتيني صراحة، عاشق ليونيل ميسي، بس هذا النهائي جميل والله جميل. اوه حمد الله، حمد الله. اوف يا جماعة، انا مبسوط انه انا تكلمت يا شباب انه المغرب كان ناقصه اللمسة الاخيرة. حمد الله هو عنده الحل. اوه والله برافو المغرب يا جماعة، استحق المغرب صراحة، المغرب استحق. الاردن ممكن يرجع لحد يا جماعة يعطي الامان للاردن. الاردن لو يكون معه دقيقة ممكن يرجع بالمباراة، ممكن يسجل هدف مباغت. يا الله يا الله يا الله، من سيناريو يا الله. شوف دعوة الحجة مستجابة. لا سيناريو مجنون. 1-2 يا جماعة، 1-2 عمل حمد الله 1-2 مع هذا اللاعب. عدم تركيز من الأردن يا جماعة ما عم يركز بالمباراة. الأردن في بعض الأوقات كان محظوظ ما تلقى أهداف، لكن حاليا الأردن يا جماعة تراجع. هذا أقوى دفاع يا جماعة، أقوى دفاع كان الأردن، تلقت الأهداف. رسميا النتيجة 3-2، باقي 20 دقيقة. هل الحلم المغربي يتحقق ام الحلم الاردني؟ ما بتحس والله يا اخي اليوم يعني
يعني اليوم هو ذكرى تتويج ميسي والارجنتين بكاس العالم ضد فرنسا. تحس يا جماعه السيناريو عم يتكرر. يعني كانت النتيجه 2-2 ب 90 دقيقه، حاليا سجل هدف المغرب. هل يفعلها الاردن ويسجل هدف؟ حاليا محاولات أردنية شباب، خلص المغرب أصبح له يدافع. قلنا نهاية الشوط الإضافي الأول وسيبدأ الشوط الإضافي الثاني. هل يفعله الأردن؟ الأردن يا جماعة لازم يركز، ولو ركز الأردن بيرجع بالنتيجة. بدأ الشوط الإضافي الثاني يا شباب، ربع ساعة لازم فيها الأردن يسجل هدف حتى يتعادل. تعرف ممكن نشوف الأردن يسجل، يرجع المغرب يسجل، يرجع الأردن يسجل، كل شيء ممكن بهالمباراة، كل شيء ممكن. يا أخي والله رجع اشتعل جمهور المغرب. حاليا شفت جمهور المغرب يا جماعة، حاليا شفت اشتعل. حاليا جمهور المغرب عم يرد على جمهور الأردن. 3 دقائق وقت بدل ضائع، 3 دقائق ووقت بدل ضائع. الرابع والله شالة أبو ليلى. نهاية المباراة الحكم بصفر. ألف مبروك للمغرب. هارد لك للأردن يا جماعة. والله حزن يا أخي. مبروك. شوف فرحة جماهير المغرب، لكن كمان رح تشوف حزن جماهير الأردن. مبروك صراحة للمغرب، هارد لك للأردن. والله يا جماعة يعني الفريقان استحقوا يوصلوا النهائي. الفريقان لعبوا، قدموا مباراة جميلة، مباراة لا تنسى يا جماعة، مباراة لا تنسى. حاول يا شباب وحاول. الأردن يا جماعة ما صمد أمام المغرب، لكن المغرب بالدقائق الأخيرة صمد أمام الأردن. بالأخير يا شباب المغرب استحق، ولو فاز الأردن كمان أيضا كان رح يستحق. فألف مبروك لهالسنة، بالله يقول اشتراك. مباراة صراحة للتاريخ. الله سلام. يا بابا 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 الارجنتيني